استقبلنا اليوم هذا الوفد المهم من جمهورية ليبيريا، وفد وزاري يتكون من 3 وزراء يرأسه هو السيد وزير الشباب والرياضة ووزير النقل، وأيضا الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية. هذا الوفد الوزاري المهم أتى لأن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا علاقات جيدة، علاقات ممتازة، ورئيسة ليبيريا تكن تقدير كبير لجلالة الملك، وقد تناقشنا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تدعيمها في المستقبل. المغرب كان عنده دور كبير في بناء ليبيريا بعد الحرب التي عاشتها، وقام بجهد وكان عضو في لجنة الاتصال المكلفة بالبناء بعد الحرب في ليبيريا. وأيضا نحن حريصون على أن تكون علاقتنا مع جمهورية ليبيا علاقات تتطور باستمرار في مختلف المجالات، وعندنا مجالات تعاون متعددة، وقد ناقش اليوم بعض هذه المجالات، واتفقنا على اللجنة المشتركة في القريب في الرباط، وسنحدد موعدها فيما بعد. أيضا أريد أن أؤكد على أن الموقف جمهورية ليبيريا من قضية الصحراء هو موقف واضح منذ سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية، واليوم الحمد لله هي تدعم مغربية الصحراء وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، وتدعم جهود مجلس الأمن للوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.